أول مرة زرت فيها متحف اللوفر كان في 2012 بباريس، لكن أول ما افتتحوا اللوفر أبو ظبي قبل 6 سنين تحمست وايد إني أزوره، خصوصاً أن تصميمه العمراني مختلف تماماً. وهو متحف فني وحضاري موقعه في جزيرة السعديات في أبو ظبي، صمم المهندس الفرنسي جان نوفيل، يعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية من عصور ما قبل التاريخ. راح تشوف شلون أجدادنا كانوا يعيشون قبل آلاف السنوات، شنو كان الفن بالنسبة لهم، شلون كانوا يتزينون، شخصيات كانت مقدسة وقتها والحين صارت أسطورية، وهالشيء يعزز الحوار بين الثقافات ويبرز مسيرة الإبداع البشري. وقسم خاص بالأديان العالمية والسماوية. وانت تتمشى راح تستوعب شنو كان الفن القديم والمقارنة مع الفن الحديث. على فكرة، متحف اللوفر أبو ظبي نتيجة لشراكة بين الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبسبب مقتنياته والمعروضات فهو يعتبر واحد من أهم المتاحف في منطقة الشرق الأوسط.